السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ رجعنا لكم مقطع جديد روكيت ليج. الحين في المقطع اللي راح شرحنا لكم كيف تكون محترف ذهنيا وبدنيا في الوورزون. الحين في روكيت ليج، ما ادري اذا المايك كويس ولا لا، بس الكل الله يسعدكم. فيلا، طبعا روكيت ليج شيء يعني كانك تسوق لك طياره حقيقيه. يعني اذا انت قدرت تلعب بالروكيت ليج كذا وتتوازن السياره، انت صرت محترف الحين، تقدر تسوق طياره. فمعليش انا ركنت له، معليه مشوا فنان، انا محترف معليه. المهم خلونا نعطيكم بعض النصائح اذا بتلعبون روكيت ليج تبغون تصيرون محترفين نفسي. طيب حبايبي، اول شيء لازم تسوي اللي هو سبيد كيك اوف. واضح بس كذا، ها، تخلي السيارة تميل كذا تسقع امها. هذه وحدة. إيه كيف شرحها كيف تسويها لازم تبحث باليوتيوب، انا بعطيك بس الفكرة الاساسية عن الامور هذه. ثاني شيء اللي هي الوفداشات، هذه لازم تعرفها، لان شوف انا بدون بوست قاعد امشي، وصلت لاخر الماب اسرع شيء. ها لازم تسويها. ها كذا بس كيف اشرحها لك؟ المهم انك تحط الجرمب مع الزر الايرول عشان يكون افضل لك التحكم فيها. ثاني شيء الازرار، كويس نتطرق للازرار. لازم تعرفون ان الازرار لازم تحطها. يعني انا حاط حاليا البوست ار1، اللي كان حاط البوست دائره صعبه ان يضغط البوست والجمب في نفس الوقت، فصعبه عليه تكون. فالافضل انك تحط الجمب والار1 والبوست عشان بسرعه مع النقزه مع ضغط الاكس تضغط البوست، كذا تسبق الخصم للكوره. اللي هو الايرول العادي ال1، والجلنط اللي هو ال1 نفس الايرول العادي. عشان ايش؟ عشان تسوي الفتاشات صح. هذه الازرار انا تقدر تستخدم الكسر، بس هذه اللي انا افضلها وبتكون كويسه مره. في محترفين ما سووها مثلي، في محترفين سووا مثلي، يعني على كيفك انت. يب، الحين خلصنا من المفتاشات في الازرار. شو اسمه، بنروح لاعدادات الكاميرا. اعدادات الكاميرا انت تقدر تختار اي اعداد تبغاه، فالافضل لك انك تختار شيء يعني يناسبك. فانا مختار هذه الاعدادات اللي هي اعدادات الكاميرا. انا ما ادري هذا ايش، بس اللي يعرف لي يقول لي. فا ايوه، هذه الاعدادات الكاميرا حقتي، تقدر تختار اي اعدادات او تستخدم الاعدادات هذه. الكنترولر انا حاط سرعة اللف اليمين يسار 3، هنا 3 مع انها سريعة مرة كثيرة، هنا 4، هنا 5، ما ادري وش، بس هذه اللي انا استمتعت فيها وقاعد ادعس فيها. تقدر تغيرها، تقدر تحط اللي تبغى. هذه ما لها دخل الفيديو. هنا اذا انت بي سي الكونسل حاول تقلل الكواليتي لاخر شيء وبيكون لعبك مرة واو. المهم ايش بعد؟ ايوه، الايرول رايت. الايرول رايت لازم تتعلمون عن الايرول رايت، الله يسعدكم. فالايرول رايت من فايدة ايش؟ انك تاخذ لك جنب كذا. ها الله ايش قاعد اسوي انا؟ المفروض اني محترف، انا ما غلط في هذا، بس انا يعني عشان قاعد اشرح لكم، فاهمين؟ الله يسعدكم. راح تسوي سبسكرايب ولا ديسلايك، الله يلعنها ما تجي. المهم إيه، كلها من اسلاك سماعة المايك الزق ذا. ها شو ها عشان ايش؟ ما ادري ايش عشانه. الاورال رايت وشو تستخدمه فيه؟ مثلا انت تبغى جنب ثاني يعني، فتقدر تسوي كذا، لان ايوه نفس كذا. يا سلام، هذا اللي سويناه الاورال رايت عشان يساعدنا ان ناخذ جنب. العادي صعبه، انك مره صعبه تاخذ فيه، فانك لازم تستخدم الاورال رايت. وانا حاطه مربع زي الاورال. انا اقدر اتنفس انا وقت اتكلم كثير. المهم وش بعد نقدر نشرح لكم؟ وش بعد علمناكم اشياء هذه دا الروتيشن يا شباب. الروتيشن مهم جدا. ايش الروتيشن؟ انت هنا خويك هاجم، ما تروح زي الابله الدرع معه، لا، تجي هنا انت مثلا واقف وهو هاجم، الكرة عنده هناك قدام، فتعرف ان في اتجاه الكرة مستقبليا، تدرس الكرة اتجاهها. مثلا هي رايحة من الجهة اليسار إلى اليمين، ما تروح الدرع هنا، لا، تروح الدرع تاخذ البوست هذا وتوقف، ترجع هنا عشان تشوف الكرة انت وين. الكرة انت وين اتجهت صوبك، بوم تردها، بعدين تخلي خويك يروح ياخذ بوست، بعدين انت تروح. هذا الروتيشن، لازم تتمركز في مكان كويس عشان تجيب اهداف. فهذا الروتيشن. اي شيء ثاني
اكتبوا لي في الكومنت اشرح لكم شرح السريع. اذا تبغى تتعمق في المهارة لازم انك تشوفها في اليوتيوب. ف بس كذا اكون قد شرحت لكم اللي اقدر عليه انا. واعطونا لايكات، شيروا اللايف سبسكرايب، لايك، شير، اسعدونا بالدعم. وان شاء الله نشوفكم في مقطع جديد، في لعبة جديدة، في شرح جديد. السلام عليكم. السلام عليكم، هديت مع هدف. خيس.